الفوائد البنكية لزانتيري بونكير، لا شك أن الفوائد البنكية ربا محرم، والربا من كبائر الذنوب، حتى أن الأصل أنك لا تتفق أنك تأخذ فائدة، هكذا تكون أقررت على الربا ووافقت عليه. لكن أنت إذا كان غرضك يعني أن تودع الأموال خشية السرقة وما لقيتش وين تخبيهم، فأنت مضطر لأن تودع المال في البنك. ومن عادة البنك التقليدي أن يمنحك فائدة على هذه الوديعة، لأنه يعاملك معاملة مقرض، شغل سلفت له ورجع لك بالفائدة. والقاعدة الفقهية تقول كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولا شك أن الربا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر: لعن النبي آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه. إذن ماذا أفعل بالفائدة الربوية؟ الفائدة الربوية مال محرم، والمال المحرم ليس له مالك محدد، والمال ليس له مالك محدد ينزل منزلة المال العام تستفيد منه عموم الأمة. له طريقان بحسب فتاوى الأئمة الفقهاء، طريقان اثنان. كاين المصالح العامة اللي يستفيد منها الجميع، تعبيد طريق، إضاءة عمومية، إكليراج، شيء من الأمور اللي ينتفع بها الناس. تعبد طريق في قرية، دير يعني تاع تريسيتي للناس تاع الضوء. والشكل الثاني أن تمدها للفقراء والمحتاجين. أنا أميل إلى الثاني، أن الفائدة الربوية يستفيد من الفقراء والمساكين أفضل، لأن الإضاءة العمومية عندها الخزينة العمومية، عندها الهيئة التي خول لها أو وكل إليها أن تخدم هذه المصالح العامة. أما الفقير والمحتاج ما عندوش مدخول، ما عنده المنحة هذه لأنه داروا لها تحديد تاع السن، ما عنده وظيفة، ما عنده شهادة، ما عنده راتب، ما عنده بونسيون لا من فرنسا ولا من الجزائر ولا من عنابة ولا من قسنطينة، ما عندوش، ولا ورث ميراثا. وإنسان في أزمة، عليه دواء، زيره في الكران تاع الدار، عنده طفل يداوي فيه، يحتاج إلى مال ضروري، فهذا يدفع له من الفوائد البنكية على سبيل التخلص، مش تصدق. ما راكش تصدقت يعني باش ترجو الثواب والأجر، وإنما تخلصت من مال حرام، لكن نرجو أن تؤجر على أنك تخلصت منه، يعني نيتك في التخلص من الحرام ونيتك في نفع هذا نرجو أن تؤجر عليها، وليس أجر الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.